السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق ميدزنا. التطبيق ده مساحته 14 ميجا، محمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص ب ان انت لو عايز تحجز عند دكتور، لو عايز تحجز تحاليل طبية، لو عايز تحجز اشاعة، لو عايز تطلب دواء، لو عايز اي خدمات طبية بتقدر تلاقيها على التطبيق ده. التطبيق ده مخصص او موجود داخل جمهورية مصر العربية. تقدر من خلال التطبيق ده تعرف اقرب دكتور ليك بالنسبه للتخصص او المجال اللي انت عايزه. بتقدر تعرف سعر الكشف عند الدكتور ده قد ايه. بتقدر تعرف تقييم الدكتور ده قد ايه بالنسبه للناس اللي راحت له تقييمه واخد 4 نجوم، 5 نجوم، 3 نجوم. والتعليقات برضو، هل دكتور هو مستمع كويس، هل دكتور علاجه بيجيب نتيجة فعالة، هل دكتور مش احسن حاجة. يعني كل همه مثلا ان هو يجيب مرضى كتير وياخد منهم فلوس. بيحتاج ان انت تروح له اكتر من مرة علشان يجيب معاك نتيجة. الكلام ده كله بتقدر تعرفه. كمان بتقدر تعرف اسعار الاشاعات واسعار التحاليل واسعار الادوية. ممكن تطلب الادويه اونلاين تجي لك لحد البيت عندك بمجرد ما تصور الروشتة، تطلبها من اقرب صيدليه ليك او الصيدليات التابعه للتطبيق وتجي لك، وتقدر تستفيد بالمميزات الموجوده على التطبيق ده. الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافه ان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه وموجود باللغه العربيه، مفهوش لغات كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد حمل شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف ميزه وعيب يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس، سواء التعليقات الايجابيه او التعليقات السلبيه، علشان لو اي حد غيرك دخل على التطبيق ويشوفه يشوف الفيديو يعرف ان التطبيق تم فيه تحديث، سواء بقى ايجابي افضل او بقى سلبي اكتر. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود عليها موجود بقاله فتره طويله، 10 شهور، 9 شهور، سنه، وخايف ان انت تحمل التطبيق اللي هيكون فيها حاجات ما تعجبكش سواء ايجابيه او سلبيه، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق ده. علشان في بعض الناس بيكتبوا لنا تعليقات على فيديوهات نازله على القناه بقالها فتره طويله ويقولوا انتوا مش قايلين كل المميزات اللي في التطبيق او مش قايلين كل العيوب اللي في التطبيق. ده بيكون عشان تم فيه تحديثات كتيره، فاثناء التحديثات دي بتكون التطبيق اتغير، سواء بقى افضل اكتر او بقى سيء اكتر. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.